أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا، نتعاون في الخير جميعا، نتكاتف في الحق سويا، ولننشر في كل مكان أخلاقا فاضلة عليا ولنبذل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ثاني حلقاتنا من برنامجنا من هنا نبدأ. في حلقتنا السابقة تحدثنا عن موضوع التصالح مع الذات، عرفنا ما معنى التصالح مع الذات وإلى أي مدى هذا الموضوع يعتبر موضوع هام وركيزة أساسية في حياتنا من أجل إصلاح ذواتنا وإصلاح المجتمع. اليوم نتطرق للجانب الثاني من حلقتنا اللي هو موضوع خطوات التصالح مع الذات. نحن عرفنا الجانب العام، الآن نأتي للجانب العملي. طيب الكل مننا يتساءل، طيب كيف أنا ربما الكثير ما يعرف كيف يتصالح مع ذاته، ما هو الطريق الصحيح الذي يجب أن نسلكه حتى نتصالح مع ذواتنا. ففي حلقتنا اليوم نتكلم في موضوع خطوات التصالح مع الذات. أول من الخطوات الهامة والرئيسية جدا الرضا عن الذات وعدم السخط. الامتنان هو أسلوب حياة، الامتنان هو الشيء اللي يجب أن نتحلى به، والشخص اللي يكون هو ممتن وراضي عن نفسه وغير ساخط عن نفسه هو الشخص الذي يخطو خطوة صحيحة في طريقه إلى التصالح مع الذات. الامتنان سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يقول ولئن شكرت لأزيدنكم. الامتنان هو واحدة من عناصر أساسية من أجل أن نعيش في حياة مستقرة، حياة نفسية إيجابية، ونستطيع من خلالها أن نتوافق مع أنفسنا ومع الآخرين. كذلك الامتنان أن أنظر إلى ما أنعم الله عليه من نعم ومن كثير من الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى حباني بها، وأن أشكر هذه النعم. ويخطر في بالي أنه في كتاب، ربما ما استحضر اسم الكاتبة، لكن هذا الكتاب من إحدى الكتب الحقيقة أنا قرأتها وعجبتني في بعض الأفكار الجميلة جدا، رغم الكاتبة هي كاتبة غير مسلمة، لكن تذكر في كتابها تقول الامتنان أسلوب حياة، أو تذكر أنه في الصباح الباكر لما هي تصحى من النوم تكون ممتنة وشاكرة لفراش اللي نامت فيه ونامت مرتاحة وصحت. ونحن كمسلمين أولى بهذا، سبحان الله، الإنسان النعمة تدوم بالشكر، ونحن أحق بأن نحن يكون هذا سلوكنا في حياتنا. نأتي للخطوة الثانية اللي هي ضمن خطوات التصالح مع الذات، هي حدد حدود سيطرتك. التصالح مع الذات لابد أن أعرف ما يمكن أنا هو في حدود سيطرتي، ما يجب علي أن أنا أقدر أتحكم فيه. فمثلا نحن نقول مثال، التجارب السابقة، الأخطاء اللي أنا ارتكبتها في حياتي، هذه أصبحت الآن خارج إطار سيطرتي. هل أنا أملك القدرة أنه أنا أعيد الماضي؟ هل أنا لي المقدرة أنه حتى في قبل ساعات، هل هذا يعتبر خارج إطار سيطرتي؟ فالشخص حتى يكون متصالح مع نفسه لابد أن يعرف حدود سيطرته، ما يمكن عليه أن يفعله، ويجب أن يخطو إلى الأمام خطوات. هو البكاء على الأشياء السابقة التي لا أملك فيها قرار، فهذا يعتبر شيء غير عقلاني، وشيء من الأشياء اللي تسبب حالة من الإحباط والكآبة، وتسبب حالة قد تكون أحيانا تصل بالشخص إلى حالة مرضية نفسية. كذلك من خطوات التصالح مع الذات هي أنه أنا أكون متصالحة مع مظهري الخارجي، وأنا أتقبل شكلي وأتقبل ما لدي من إمكانيات. ويمكن نحن ذكرنا في الحلقة الماضية أنه واحدة من مظاهر التصالح مع الذات أنه أنا
أتصالح مع أتقبل شكلي، أتقبل لأنه هذه كذلك خارج إطار، ما أنا الإختار إن أكون شكلي بشكل معين أو طولي أو لونه أو كذا. فلا بد أن أنا أتقبل ما يمكن في حدود سيطرتي. ربما ممكن يسأل الواحد إذا كان مثلا بعض الناس اللي يكونوا أنا أخص مثلا من يعني إذا كنت أنا يعني أعاني من السمنة، فهذا في أشياء في مقدوري أن أنا يعني أحاول إنه يعني أصلح من مظهري اللي في إطار سيطرتي وإمكانياتي. لكن في بعض الأشياء هذه خارج عن إطار سيطرتي وإمكانيات، لابد أن نتقبلها ونتعايش معها وأن أنظر للجانب الإيجابي ولنقاط القوة في شخصيتي. من الخطوات الهامة جدا اللي تكون واحدة من العناصر الفاعلة في التصالح مع الذات اللي هي التوقف عن التذمر. والشخص يعني أنا نصيحتي لكل اللي يسمعونا الآن ويشاهدونا أنه نبعد من البيئة المحبطة، البيئة اللي دائما تكون بيئة ساخطة، حتى النعم اللي حولنا ما نستمتع بها. فتجد إنه من الناس إنه يقول لك يصب البلاد اللي هو جاء فيها، المكان اللي هو يعيش فيه، ويقض الطرف أو يعني يمكن ما يستمتع بالأشياء الإيجابية، الأشياء الجميلة التي حوله. فهذه واحدة من الأشياء اللي تسبب عدم التصالح مع الذات. نأتي لنقطة ثانية اللي هي واحدة من عناصر التصالح مع الذات، إنه أنا أسامح نفسي. يعني كيف أسامح نفسي؟ جميعنا قد نكون ارتكبنا أخطاء في حياتنا، ونكون مرينا بتجارب فاشلة في حياتنا. الإفراط في جلد الذات، يعني هو جلد الذات، إنه أنا ضميري، إنه أنا أراجع حساباتي، إنه يكون عندي هذه الروح اللي هي النفس اللوامة. قد يكون شيء إيجابي، لكن قد تتحول لجانب سلبي عندما تكون هي واحدة من سمات العامة. إن أنا صحيح أقيم نفسي، أتوقف على الأخطاء اللي ارتكبتها، لكن ما تكون هي محور حياتي كلها. يعني لو أصبحت أنا قيد لكل التجارب السابقة، يعني ده اللي يعني ما يعني يدفعني إنه أنا أطور ذاتي، إنه أتقدم إلى الأمام. من عناصر كذلك أو خطوات التصالح مع الذات إنه الشخص المتسامح مع نفسه بالتالي حيكون عنده الوعي أن يتسامح مع الآخرين. هل نحن بإمكاننا أن نصلح كل شيء في المجتمع أو نصلح كل البشر؟ لا. نحن اللي يعني في إطار إمكانياتنا، في إطار تعاملنا مع البيئة من حولنا، نحن نملك أن نتعايش معهم، نتعامل معهم، نكون حيادين فيما نختلف فيه. لكن ما هي مهمتي أنا أصلح كل شيء في المجتمع، لكن أنا مهمتي أن أنا كيف أتعامل، أتعايش مع المجتمع، كيف أتوافق معه حتى أعيش في بيئة آمنة مستقرة. كذلك من خطوات التصالح مع الذات هي الاستثمار في النفس والأخذ بالأسباب. ماذا نقصد بالاستثمار في النفس والأخذ بالأسباب؟ إنه أنا دائما أدع لنفسي المكان المناسبة. أحاول لو شبهنا إنه لكل واحد مننا زي الأرض الخصبة، كل واحد مننا هذه الأرض إذا حاولنا نحن نشبعها بالأسمدة، يعني يكون عندنا جاهدين إنه كيف نطور ذاتنا، استثمر في نفسي، أطور إمكانياتي، يعني يمكن عن طريق المعارف، يعني أكون متطلعة لأنه دائما للأشياء اللي ترفع من مقدراتي ومن إمكانياتي. استثمر في نفسي وأرفع من مقدار نفسي. هذه واحدة من الأشياء اللي تجعل الشخص راضي عن نفسه وتجعله كذلك يدع نفسه في المكان المناسب. الخطوة التالية كذلك البحث عن ميزات ومقدراتي من خلال التطوير المستمر. دائما الحياة في التجديد، يمكن نلاحظ يعني في كل جيل نجد إنه في المعارف الجديدة، الوسائل يعني يمكن في كل يوم عندنا وسيلة جديدة في التعامل، في التواصل، في المعرفة.
أنا لابد أن حتى أتصالح مع ذاتي، وأن تكون واحدة من الخطوات الفاعلة في أن أنا أكون راضية عن نفسي، متصالحة مع نفسي، أن أنا أعمل جاهدة وأسعى دائما أن أطور من ذاتي، أطور من إمكانياتي، وأجعل أدع نفسي حيث تستحق، أدع نفسي حيث تستحق. أنه أنا دائما إذا كان أنا مثلا أنا في بيئة عمل، إذا كانت هذه بيئة عمل، شركة، مؤسسة تعليمية، أنا اللي أحدد إنه أدع المكان التي يجب أن أكون فيها. ما يعني واحدة من الأخطاء اللي نحن يمكن في حياتنا يمكن نعيشها، أحيانا في بعض الناس يتأثروا بأنه الآخرين ينظر إليهم، الآخرين هم اللي يحددوا مكانتهم. لا، أنا اللي أحدد مكانتي، أنا اللي أحدد من أكون أنا اللي أختار لنفسي المكان المناسب. وهذه واحدة من أهم عناصر أنه كيف يكون الشخص متصالح مع نفسه. إذا كنت أنا غير متصالحة مع نفسي، وبالتالي دائما يعني حياتي حتكون هي الآخرين هم اللي يحددوها، الآخرين هم اللي هم تقريبا يعني هم اللي يتحكموا في من أكون أنا. يعني زي ما يقول باللغة الإنجليزية be who you are، يعني أكون من أكون أنا. ونتوقف في هذه النقطة ونواصل بعد الفاصل إن شاء الله. سويا ولننشر في كل مكان أخلاقا فاضلة عليا، ولننشر في كل مكان أخلاقا فاضلة عليا ولنبذل. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات. بعد الفاصل تحدثنا عن من الذي يحدد مكانتي في المجتمع أو في أي مكان. أنا اللي أختار لنفسي المكان اللي استحق أن أكون فيه. نأتي كذلك واحدة من عناصر التصالح مع الذات اللي هي مكافأة النفس والاعتناء بالنفس. إذا كان في الجانب الروحي أنا أعتني بنفسي، أهتم بنفسي، الجانب الروحي، الجانب الصحي، الجانب الفكري، الجانب العقلي، الجانب الاجتماعي. هذه من الأشياء أن أعقد اتفاق وصلح مع نفسي أنه أعتني بنفسي لأنه أنا الأولى أن أكون معتنية بنفسي، يعني فمن باب أولى، لأنه فاقد الشيء لا يعطيه. النقطة اللي هي قبل الأخيرة هي التخلص من الشروط التي تعيق التصالح مع النفس. يعني يمكن كثير من الناس يقول لك يجب أن أكون كذلك، لابد، إذا يعني يمكن يدع شروط قاسية جدا في حياته. إذا لم يكن العمل بهذه الطريقة يبقى أنه يعني خلاص يعتبر عمل فاشل. لا، يعني هذه واحدة من أساليب التفكير الخاطئة، واحدة من أساليب يمكن نحن وغيرنا أحيانا يعني نكون في هذا الخطأ، إنه إذا لم يكن العمل بهذه الجودة العالية يبقى إنه أنا أكون غير راضي عن نفسي. لا، هو الكمال لله وحده. لابد أنا أتقبل نفسي، إنه يكون عندي مبدأ وفهم إنه أنا يعني أنا لست كاملة من كل الجوانب. أكيد يكون أنا أرحب بالفشل، الفشل الذي يدفعني للنجاح. النقطة الأخيرة اللي هي بناء النفس من جديد وإيجاد قيمة لنفسك من خلال أعمال نبيلة في حياتك. دائما الأعمال النبيلة، مشاركتنا في مشاريع، مشاركتنا في أعمال تطور من إمكانياتنا، تطور من حياتنا، تعتبر هذه واحدة كذلك من خطوات التصالح مع الذات. الاستعانة بالآخرين في حل بعض المشكلات. يعني يمكن الكثير يعني تجد أن الكثير من يعني الناس إنه يقول لك لا، أنا يعني ما يجب أن أنا أستعين بالآخرين. يمكن يكون عنده مفهوم الاستعانة بالآخرين وسؤال الآخرين يعتبر هو جزء يعني يمكن يمثل ضعف في شخصيته أو تقليل من مكانته أو يقلل من شأن. لا، العكس، يعني الإنسان دائما العلم بالتعلم. نحن نحتاج دائما نستعين بالآخرين ونستفيد من تجارب الآخرين، لأنه إذا كان نحن دائما حجمنا نفسنا ونحن نشوف إنه الاستعانة فيها شيء من السلبية أو في شيء من تقليل الذات، يعتبر هذا الشيء حقيقة تفكير خاطئ وتفكير غير عقلاني.
هذه هي تقريبا أعزائي المشاهدين الخطوات اللي ذكرناها، تعتبر هي خطوات هامة وخطوات عملية ونستطيع أن نتعلمها. نستطيع أن كل مننا أن يطور ويحسن من إمكانياته ويتصالح مع ذاته. وقد يكون هنالك الكثير كذلك من الخطوات، لكن نحن نتوقف في هذه الجزئية، وأرجو أن يكون يعني إن شاء الله هذه المادة يعني أفادت المشاهدين. وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا، نتعاون في الخير جميعا، نتكاتف في الحق سويا، ولننشر في كل مكان أخلاقا فاضلة عليا،